السلام عليكم وازيكم يا شباب. حلقة جديدة النهاردة. النهاردة مش هنتكلم عن التك. النهاردة زي ما انتم شايفين في عنوان الفيديو، دي أول حلقة بودكاست بعملها النهاردة. هنتكلم النهاردة عن قصة حياتي المفروض، يعني اللي هي من وانا في مصر لغاية لما جيت هنا اليابان، وايه التشالنجز اللي قابلتني والمطبات والتجارب. يمكن حد يستفيد من التجارب دي يعني. تمام. انا هنا كاتب عندي التايم لاين الاحداث يعني، عشان برضو يبقى الدنيا ماشيه بالترتيب يعني. بس احيانا ممكن لو في موضوع مثلا محتاج ان انا اديك ديب يعني، فتلاقيني بقى ممكن احوش شويه يعني. فعشان كده البودكاست دي هتبقى طويله شويه. آه، ومش هيبقى الفيديو ده بس يعني، ممكن تتقسم على كذا جزء كمان. فعشان كده الجزء ده هيتسمى الجزء الاول يعني. تمام. بس ففي المستقبل ان شاء الله ممكن هنجيب بقى ناس تانية. ممكن يبقى نتكلم معاهم، نعمل معاهم احاديث، نشوف برضو قصة حياتهم ايه، برضو ازاي جم هنا، وايه العواقب اللي قابلوها، وازاي ممكن يتغلبوا عليها والكلام ده. تمام. ولكن هنبتدي الاول بالعبد لله. تمام. طبعا دي الحلقه دي كبودكاست يعني، فانت مش لازم تتفرج عليا وانا بتكلم. ممكن تشغلني في الخلفيه او حاجه وتعمل اللي انت عايزه يعني، لو بتعمل شغل او حاجه يعني. تمام. غير كده وكده، البودكاست دي هحاول انزلها على ابل بودكاست وعلى سبوتيفاي برضو، للناس اللي هم بيحبوا يسمعوا البودكاست يعني اوديو. بس فيا ريت يا شباب يعني سبسكرايب و ولايك الفيديو وشيره مع اصحابك. بس ولو عندك اي سؤال ممكن تقولي في الكومنتات، او لو عندك اي تعليق على الكلام اللي انا بقوله، عشان في كلام ممكن يتقال كده ممكن ما يعجبش ناس كتير يعني. هيا بنا. تمام. طيب في الاول طبعا اللي مش عارفني، انا اسمي محمد هشام. تمام. طبعا محمد شافي ده اللي هو اسم العيله يعني، لقب العيله يعني عبد الشافي. ف خدت انا هنا عشان خاطر اليابانيين هنا بيبقى نطق الاسم صعب. فاتعرفت هنا في اليابان كشافي يعني بالنسبه لليابانيين يعني. فقلت محمد شافي تمشي يعني. تمام. بس فده اسمي على النت يعني. المهم انا من مصر. تمام. عندي دلوقتي 33 سنة. طبعا انا كنت منشغل الفترة اللي فاتت في حوارات كده يعني، ممكن ابقى احكي لكم عليها بس بعدين شوية. ولكن يعني لغاية دلوقتي يعني يعني الحمد لله. المهم وانا في مصر يا شباب كنت بشتغل مخلص جمركي. خلاص. كنت بشتغل في قرية البضائع في المطار، بخلص بضاعة لعملاء من الجمارك يعني، اوراق بقى ومش عارف وجهات عرض والكلام ده كله. بروح مخلص الورق يعني، من الاخر شغلتي كله ان اخلص الورق ونطلع البضاعة للعميل، والعميل ياخدها سلام سلام واتحاسب وخلاص على كده. تمام. ده خلاصة يعني الشغل انا كنت بشتغلها يعني. دي انا كنت فتحت ليا شركة هناك يعني، مش هناك في مكان تاني يعني، ولكن الشركة بتاعتي يعني. انا بس اللي كنت شغال فيها. تمام. بس فضلت شغال فيها هناك لغاية فضلت كام 7 سنين مثلا. ممكن انا ابتديت اصلا من وانا كنت في تانية جامعة. انا اصلا خريج حقوق عين شمس. تمام. ف من وانا في تانية جامعة ابتديت اشتغل الشغلانة دي وكده، لغايه لما بعد ما خلصت جامعه فتحت المكتب الخاص بيا وبتاع، وابتديت اخد زباين وشغل يعني وبتاع. تمام. بس الكلام ده كان من زمان زمان يعني. طبعا انا هنا في اليابان بقالي بتاع 7 8 سنين دلوقتي، داخل يعني في السنه الثامنه. فالكلام ده من قبل كده خالص يعني. خلاص. بس انا من زمان خالص يعني، حتى من قبل ما، من وانا في الجامعه يعني. من وانا في الجامعه اصلا انا ما كانش في دماغي برضو ان انا ارتبط ببنات كتير. تمام. عشان انا في دماغي برضو ان انا، لا، انا بفكر انا عايز اسيب البلد، عايز اسيب مصر كده واروح بلد تانية ابتدي فيها من الاول وبتاع، فيها ممكن فيها opportunities احسن، فرص احسن، واخد بالك الكلام ده. بس ما انا من الاول يعني برضو في دماغي برضو، علشان برضو لو ارتبطت بحد في مصر ساعتها يعني،
هيبقى صعب ان انا ممكن اسافر بتاع واخد بقى هارد بريكس بقى والكلام ده. فانا ما بحبش يعني ايه تبص لي بصه كده ان انا راجل مش تمام يعني. تمام. بس فقلت لا يعني مش مفيش بقى بنات خالص وبتاع، ركز على نفسك وكده واسعى في قصه ان انت تطلع بره البلد. تمام. وده اللي حصل الحمد لله. انا طبعا كنت يعني ايه بحاول انا واخويا. طبعا اخويا هو سافر معايا طبعا هنا اليابان، بس انا هتكلم هنا في الفيديو ده عليا انا بس يعني كتجربتي يعني. ممكن في يوم، ممكن في المستقبل او حاجه ممكن ابقى اجيبه يحكي لكم برضو من وجهه نظره يعني. بس فليه؟ طيب انا كنت بحاول في كذا مكان. تمام. اليابان جات لي ازاي؟ ماشي. آه الصدفه برضو طبعا، هي الكلام ده مش صدف يعني. انا برضو بعتبر ان كل الاحداث اللي بتمر بينا كده في الحياه دي كلها من ترتيب ربنا يعني سبحانه وتعالى. تمام. فانا وانا بشتغل في يوم من الايام كنت بشتغل عادي في قريه البضايع وبتاع، فقابلت حد في مبنى بتاع لوفت هانزا. طبعا اللي عارف قريه البضايع يبقى عارف الكلام ده. فقابلت حد هناك كنت اعرفه من زمان قوي من واحنا صغيرين. كنا بندرس قرآن في المسجد عندنا زمان قوي يعني. تمام. فقابلته وبتاع. ايه ده انت بتعمل ايه هنا ومش عارف ايه؟ لا انا هنا جاي بخلص في بضاعة جاية لل اسمها ايه دي البتاعة بتاعت اليابان، اسمها مؤسسة اليابان. قلت له ايه؟ طبعا انا كنت اول مرة اسمع عن الحوار ده اصلا. قال لي مؤسسة اليابان وبتاع، ده مكان كده في وسط البلد معرفش ايه، ماسكينه يابانيين وبتاع، وفي أنشطة يابانية ومعرفش ايه ومانجا وألعاب يابانية وبتاع حلوة يعني. ممكن تبقى تيجي في مرة ايه تزور وتشوف يعني مكان حلو ومعرفش ايه. وانا هناك ماسك، كان معرفش ماسك كان مدرس باين أوي مش فاكر يعني بصراحة. آه، فقلت له خلاص ماشي ماشي تمام وبتاع وفرصة سعيدة معرفش ايه وبتاع. تمام. اليوم ده عدى خلاص والموضوع دخل دماغي وبتاع. قلت ايه حوار المكان بتاع اليابان ده. فالمهم ايه في مره كده قمت مكلمه وبتاع، قلت له انا عاوز اجي وما اعرفش. قال لي خلاص تعالى وما اعرفش ايه. فروحت. كان هو المكان ساعتها في ورا المجمع، ورا مجمع التحرير، ورا المبنى بتاع مجمع التحرير. تمام. ما اعرفش كان في الدور السادس او السابع مش فاكر. حته اسمها مؤسسه اليابان، حاجه اسمها المكتبه اليابانيه يعني. خلاص. فروحت هناك في مره وبتاع قابلته وما اعرفش ايه. المكان كان جامد، روعة. الديكورات اليابانية بقى والتاتامي والمانجا بقى على في الرفوف. وعندهم الشيس بتاعهم ده اسمه اسمه ايه؟ شوجي او مش فاكر اسمه ايه يعني. خلاص. و... والتشيكرز بيسموها هنا جو تو او تو مش فاكر اسمها ايه. بس ففرجني هو الحاجات دي وبتاع وعلمني شويه من الشطرنج بتاعهم ده وكده. فالمهم الحوار دخل دماغي. انا اصلا اليابان بحبها من زمان قوي يعني. من وانا صغير اصلا كنت ايام بقى سبيس تون وبتاع والمحقق كونان بقى وسلام دانك بقى وابطال ديجيتال والحاجات دي كلها. فمن زمان انا متابع يعني. قلت له طب انا سالته كده في مره كده، قلت له في نفس القعده دي على فكره. قلت له طب انا عايز اسافر اليابان، ينفع اسافر ازاي؟ قال لي قعد يقول لي شويه حاجات كده وبتاع. المهم من ضمن الحاجات اللي قالها لي يعني قال لي انت ممكن تسافر على مدرسه لغه يابانيه. قلت له ايه؟ قلت له ازاي يعني؟ قال لي ابدا، انت بتروح بتقدم يعني بتشوف مدرسه يعني بتشوف دور على النت يعني بتشوف ايه مدارس اللغه اليابانيه في اليابان هناك، وممكن تقدم على واحده فيهم وتخلص الورق وبتاع وبيدوك فيزا دراسه وتروح تدرس هناك بقى سنه سنتين على حسب المدرسه يعني والترم وكده وبس. ودي طريقه انك تروح فيها اليابان يعني وبتاع. فبصراحه الموضوع ايه نور في دماغي، خصوصا انا اصلا كنت بدور اصلا على فرصه ان اطلع اصلا اسافر. فقلت لا اليابان كويسه يعني كسمعة ساعتها يعني، لا تمام. والطريقة دي قلت ما فيش مشكلة نحاول وندور ونشوف. خلاص. بس فبعديها بقى ايه قعدت ادور على النت شوية ها فلقيت بوست على صفحة، كانت صفحة على الفيسبوك اسمها الجينيوس. اكيد لسه موجودة دلوقتي يعني. دي صفحة ناس مصريين يعني في مصر وبتاع عاملين الصفحة دي مش عارف يعني بيحبوا اليابان يعني والثقافة اليابانية وكده يعني. فلقيت المهم البوست ده منشور عليه
من واحده كانت شغاله ساعتها، يعني كانت شغاله في ايه، في مدرسه لغه يابانيه في اليابان. فكانت عامله الاعلان ده على الصفحه دي او على الجروب، مش فاكر كان صفحه او جروب يعني. فكانت عامله الاعلان ده بحيث ان تجيب طلبه من مصر يدرسوا في اليابان، يعني في المدرسه اللي هي شغاله فيها يعني. تمام. فانا بالصدفه لقيت ايه، لقيت الاعلان ده. فالمهم ايه، اتواصلت معاها وبتاع. طب ماشي تمام وبتاع. الورق الورق كذا 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 كذا. خلاص ماشي، نحضر الورق. كان معايا اوريدي باين ورق، كان تلات ارباعه متحضر يعني. فالمهم اللي مش متحضر فقمت عملته كده، وقمت ايه باعت لها وبتاعت لي خلاص ماشي وما اعرفش ايه، هكلم المدرسه وها ها ها ها، ايميلات رايحه جايه وبتاع. خلاص مفيش مشكله تمام. والترم هيبتدي من كذا وانا الترم اللي دخلته كان سنه ونص. تمام. طبعا احنا سافرنا انا واخويا يعني، فكانت المصاريف مدبلره في اتنين، واخد بالك. ف المهم يعني فضلت اتواصل معاها وبتاع لغايه لما الورق خلاص اتظبط وظبطنا الورق تمام. وجيت بقى على دفع الفلوس وبتاع. خلاص ماشي. فطبعا الفلوس عشان كانت كتيره ساعتها قوي يعني. ف يعني استلفت طبعا من الحاج، يعني استلفت انا واخويا يعني. طبعا دي كانت يعتبر ايه، يعتبر دي اخر فلوس معانا يعني. خلاص، ما هو ده بقى الريسك في كده بقى، ان انت بتبقى رايح على مكان انت برضو مش، يعني احنا اصلا رايحين مش عارفين ياباني اصلا. تمام. ومش عارفين اصلا المدرسه دي كان اصلا ليجيت ولا لا يعني. يعني ممكن يكون الحوار كله افتكاسه اصلا، والحوار كله ممكن يكون سرقه اصلا او حاجه يعني، ممكن. تمام. مفيش حد قبل كده اصلا راح احنا عارفينه مثلا او سالنا بحيث يقول لنا ايه في كذا مفيش كذا بتاع، لا. يعني هو الموضوع كده ايه، من بره يعني. تمام. المهم، فاحنا قلنا لا ايه، مش مشكله ان ندفع لهم الفلوس واللي يحصل يحصل يعني. خلاص. فالمهم عشان نجمع الفلوس دي، فالمهم بعنا حاجات يعني. كان عندي بي سي. وقت ساعتها كان جامد قوي يعني. كنت مجمع كيسه يعني، فضلت اجمع بيها بالقطع. خلاص. كان ساعتها كان لسه نازل ساعتها اللي هو يعني مكسر الدنيا. كان الانفيديا كارت شاشه انفيديا الجي تي اكس ال 980 تي اي. تمام. ده كان اللي هو ده الماكس، ده اللي هو الايه اقصى حاجه نازله كنت جايبه. خلاص. كنت جايب النسخه الزوتكس كمان منه، الاو سي كمان. تمام. والمذر بورد كانت الام اس اي، ما اعرفش كانت انتل. كنت مركب فيها الاي 7. كان ساعتها الاي 7 ده الاعلى حاجه يعني. كان اي 7 الجيل الرابع ساعتها، كان ده اقصى حاجه يعني. كنت جايب اعلى حاجه خالص، الكي كمان اللي هو الاوفر كلوك دي يعني. تمام. او الاوفر كلوكبل يعني. تمام. ده البروسيسور يعني. وطبعا كارت الشاشه. والمذر بورد كنت جايبها الام اس اي، ما اعرفش ايه كده، الجاد لايك اللي هي اقصى حاجه في المذر بوردات يعني. ما كانش المذر بورد دي ما كانش فيه في مصر منها مثلا غير واحده او اتنين مثلا، بس بالعافيه لقيتها يعني. خلاص. والباور ده كنت جايبه سمارت بلاتينم من كورسير حاجه كده. كانت 850 واط بلاتينم الريتنج بتاعه يعني. خلاص. وكان بيتوصل بالمذر بورد كده بيو اس بي من جوه يعني، بحيث يبقى امونيتور كل الحاجه بتاعته يعني. بس يعني كان جهاز جامد يعني، كان بيشغل لي كل حاجه ساعتها من غير اي حاجه خالص يعني. وكنت جايب كمان الشاشه 3 دي. كان ساعتها 3 ده كان لسه يعني كده لغايه طبعا، هو طبعا ما بقاش في 3 دي يعني، ولكن ساعتها كان حاجه يعني. فكنت جايب حاجه شاشه اسمها البين كيو، معرفش ايه كده، كان 3 دي المفروض يعني. كانت بتشتغل على نظارات انفيديا 3 دي، بس النظارات دي ما كانتش موجوده في مصر اصلا. خلاص. ومعرفتش اجيبها من بره. ماشي. ف ولكن كانت من الشاشات النادره قوي اللي هي كانت بتشتغل ب 144 هرتز. وكانت شغاله بديسبلاي بورت ساعتها في مصر ساعتها يعني. كان الديسبلاي بورت دي اصلا محدش يعرف ايه. ماشي. انا بكلمك زمان زمان يعني الكلام ده من قد ايه، مثلا من اكتر من 10 سنين. خلاص. فالديسبلاي بورت دي محدش ايه ديسبلاي بورت دي، واقعد اشرح لهم لا يا جدعان دي شبه اتش دي ام اي بس من ناحيه، ومن ناحيه تانية عاديه كده مستطيله وبتاع، ما فيش حد ايه دي. وما بتتباعش وما جاتش مع الشاشه يعني. الشاشه الاكسسوارات اللي فيها مش جايه معاها ايه ديسبلاي بورت، معناها فيها ديسبلاي بورت. ليه انا كنت عايز ديسبلاي بورت؟ علشان ال 144 هرتز زي ما بتشتغلش على الاس جي ام اي. ساعتها الاس جي ام اي اصلا كان
اللي هو ال 2.0 باين، اللي هو مش دلوقتي في بقى 2.1 بقى 120 فريم وتمام. ماشي، واخد بالك؟ هناك ساعتها لا، كان اتش دي ام اي القديم، فمش مدعم الفريم ريت العالي دون، فكان مدعم بس الايه لغايه 60 فريم وخلاص يعني. خلاص، فانا عايز اشغل 144 على الاقل، مفيش 3 دي مثلا، مش معايا نضاره، ابقى اشغل مثلا ال 144 تمام. فالمهم قعدت الف المولات كلها بتاعت مصر الجديده كلها، ونزلت وسط البلد كمان وكل حاجه. فالمهم بالصدفه لقيتها عند واحد، دخلت كده بالصدفه محل كده مش فاكر حتى اسمه ايه يعني، قلت له عاوز ديسبلاي بورت وبتاع، ديسبلاي بورت كيبل يعني. خلاص، قال لي استنى كده، انا كنت جايب عدد استيراد، فاعتقد كان في واحد فيهم كان جاي معاه الكابل. شوف يعني هو يعني الكابل اصلا كمان مش جديد، جاي مع عده استيراد، هو الراجل مستوردها اصلا يعني. سبحان الله. فالمهم ايه، قلت له خلاص ماشي وريني كده، فقعد يدور عنده كده وبتاع، فلقاه. فطبعا انا بصيت عليه بقى اول مره اشوفه بقى حقيقي بقى قدامي، عاده بشوفه على النت بس خلاص، هو ده وبتاع، ناحيه ديسبلاي بورد، طب تمام وبتاع. قلت له خلاص انا عايز ده، طب ما اعرفش حسبوا لي كام ساعتها يعني، والله ما فاكر. فالمهم ايه، خدته منه وبتاع وفرحان قوي وكده، فروحت البيت بقى جربته وبتاع تمام. 144 يا باشا شغل زي الفل، كنت فرحان جدا ساعتها يعني. فالمهم الجهاز ده ساعتها بعته بكام؟ ب 24000 جنيه. طبعا السعر ده دلوقتي طبعا اللي يسمعه يقول لك ايه يا عم انت، دي فكه يعني، ده مرتب شهر يعني. تمام. طبعا على ايام انا لا، ده كان مبلغ خرافي. خلاص كده. فالمهم بعت الجهاز ده بقى بالشاشه بقى بكل حاجه وبتاع، طبعا يعني كان ايه، كان حاجه رخمه يعني، كنفسيا يعني طبعا، عشان انا جمعته في لمده طويله يعني، قعدت بتاع كنت 6 شهور مثلا ممكن لغايه لما جمعته كله. ماشي، قطعه بقى وبتاع والكلام ده. وكان عندي برضو اكس بوكس 360، ده انا كنت عامل له الهاك بتاع ال سي دي. ماشي، كنت مفلش السي دي روم بتاعته يعني. بتاع الاكس بوكس ده انا ممكن احكي فيه بتاع مثلا ساعه كمان يعني. خلاص، ما عشان كده اقول لكم البودكاست دي ممكن مثلا ايه كذا جزء يعني، فيعني طولوا بالكم معايا يعني. المهم الاكس بوكس ده بالذات ده اللي كان ليه قصه، عشان انا جبته ساعتها، كنت عايز اجيب جيم كونسول يعني، فكنت محتار بين البلاي ستيشن 3 وبين الاكس بوكس 360 تمام ساعتها يعني. فقلت ايه بيني وبين نفسي من دماغي يعني كده، انا اصلا ما عملتش ريسيرش يعتبر اللي هو اللي المفروض كان يتعمل ساعتها يعني. بس في دماغي قلت لا، ما الناس كلها معاها بلاي ستيشن 3، قلت انا عايز اجيب الايه حاجات غريبه بقى، عاوز اجيب الاكس بوكس ده اللي محدش اصلا بيسمع عنه قبل كده، لمجرد بس كده يعني. تمام. فكان ساعتها الاكس بوكس ده كان اللي نازل، كان اللي هو السليم، اللي هو الاسود ده. كنت جايب اللي هو ال 250 جيجا اللي معاه هارد يعني، وكان جايب معاه الكونكت، الكينكت اسمه كونكت بس كنت جايبه مش الباندل بقى، لا كان لوحده يعني، جبته برضه. خلاص. وجبت اسطوانه، كان ساعتها اسطوانه ستريت فايتر 4. انا من زمان ستريت فايتر دي يعني العشق يعني، حتى اللي ياخد باله من فيديوهاتي بتاعت التكنيك اللي هي اللي قبل كده يعني في القناه، هيلاقي الباك جراوند ستريت فايتر 6 يعني لعبه جديده يعني، فانا ستريت فايتر دي بصراحه دي بتاعتي يعني. خلاص. المهم فجبت دي. كان ساعتها جبت الاكس بوكس ده والاسطوانه، جبتهم من فيرجن اللي في سيتي ستارز، ما اعرفش لسه فاتح دلوقتي ولا لا بقى بصراحه يعني، فبس انا جبته هناك يعني. بس فجبته، ابتديت بقى ايه اسرش بقى. طبعا الاسطوانه كان غاليه يعني، انت عارف في مصر يعني الاسطوانه غاليه وبتاع، فقلت لازم الاقي طريقه اعرف ايه نلعب براحتنا يعني. تمام. فالمهم سرش، اتفرج على فيديوهات، شوف الدنيا عامله ازاي وبتاع. فالمهم عرفت ان ينفع تفلش السي دي روم بتاعه اسمه ايه ده الاكس بوكس نفسه. ليه؟ عشان هي بتتوصل بساتا عادي، بساتا وباور يعني، زيها زي الهارد العادي يعني. خلاص. ساعتها يعني فبحثت وبتاع ينفع، بس موديلات معينه. وبعد ما تتفلش تمام تقدر تشتري سي دي روم تانية بتاعت الكمبيوتر بقى،
تمام. حاجه اسمها لايتون اي هاز معرفش كذا كذا كذا، ليها اسم كده مش فاكر. دي الموديل الوحيد. كان ده موديل ومع موديل واحد تاني بس كان هو ده المشهور يعني. فالموديل ده وبالرقم ده بالذات كان اي هاز 324 بي حاجه كده مش فاكر. فالموديل ده بالذات هو اللي لازم تشتريه. خلاص ده بتاع غير الاكس بوكس ده اللي بقى اللي هينسخ لك الاسطوانات بقى. ماشي. فبتجيب بتجيب السي دي روم دي، تتصرف وتعصر عليها وتجيبها السي دي روم دي، وتفلش برضو الفريم وير بتاع السي دي روم نفسها. خلاص بحيث ان هي تقرا كان نازل ساعتها كان ايام بقى ايه، ايام جيرز اوف وور 3. ماشي. كان ايام جيرز اوف وور 3 نزل حاجه اسمها تشفير جديد في الاكس بوكس اسمه الاكس جي دي 3. خلاص دي العاب معينه بتبقى ايه، مش ما بتاخدش، بتاخد اكبر شويه من ال 8.5 جيجا بتوع الديسك نفسه، بتاخد شويه زياده كده. فده زي ما تقول حاجه كده بتاع السكيورتي يعني، بحيث ايه الاسطوانات اللي مش مطبوع عليها الشويه الزياده دول الاكس بوكس يعرف دي مش اصليه فما يشغلهاش. تمام. فكان الفريم وير اللي انت المفروض بتحمله على السي دي روم الخارجيه دي بتاعه الكمبيوتر دي المفروض بتنسخ لك الديسك كله، الايزوهيه كلها بالبورشن كمان بتاع السكيورتي اللي بيوفر ال 8.5. تمام. فالمهم ايه، اول حاجه بالنسبه بتاعت الاكس بوكس دي انا اللي عرفت يعني الحمد لله عرفت اعملها. وصلته بالكمبيوتر وبتاع، وكان حاجه اسمها جانجل حاجه كده مش فاكر اسم البرنامج ايه. ده بتاع الفلاش يعني بتاع الاكس بوكس يعني. تمام. طبعا انت بتاخد الكي وحاجه يعني تاخد الكي وبتاخد معرفش ايه تاني كده، وبعد كده بتسيبه عندك وكده تفلش البتاع وكده ترجع الكي تاني ومعرفش الكلام ده. الكي ده عموما حاجه كده ايه زي كود يونيك لكل جهاز. خلاص. ولازم يبقى ايه مارد مع السي دي روم. لو الكي ده مختلف عن في المذر بورد الدنيا مش هتشتغل. خلاص كل حاجه هتبوظ يعني. تمام. فالمهم ايه، المهم ده الحمد لله عملته يعني وتمام. نفسي اعمل ليه فيديو هنا على القناه، بس صعب الاقي جهاز اكس بوكس زي ده دلوقتي اجيبه مثلا مستعمل او حاجه يعني، عشان ده بيبقى كان المفروض بيبقى اتصنع في تاريخ معين يعني. خلاص فانا مش عارف الاقيه ولا لا، صعب يعني. المهم هحاول يعني، ولكن لو لقيته هعمل لكم الفيديو. لو كده عادي بقى. المهم فعملت بتاعت الاكس بوكس دي ورحت قلبت كل مولات مصر علشان اعرف اجيب السي دي روم دي اللي اسمها اي هاز اللي بتنسخ الالعاب الاكس بوكس دي. خلاص لفيت كل المولات اللي في مصر حرفيا. ماشي. وعلى النت وكل حاجه. خلاص. المهم يعني صدفه الصدف. خلاص لقيتها في باترينة محل كده قدامي كده، اي هاز كذا كذا لايتون معرفش ايه كذا كذا. فبص كده مش مصدق وبتاع، قلت ايه ده. فقلت للراجل بقى ايه، دخلت كده وبتاع لو سمحت انا عايز سي دي روم دي وبتاع. طبعا عادي بقى اللي هو انا مش بقى انا عايز دي لا انا عادي يعني اللي هو انا بدور على بيس يعني. ليه؟ عشان لو حد عرف حاجه زي كده ان انت مثلا لا انت دي بقى بص انت قلبت عليها البلد هيعلي سعرها يعني انت عارف يعني. فلازم تخش بالوش اللي بقى البارد ده كده. تمام انا بدور على سي دي روم بتاع حلوه سي دي روم دي. طب ما ايه طيب بكام دي؟ بكذا. طب خلاص يا باشا شكرا السلام عليكم يا باشا. وانا طبعا من جوايا ايه فرحان بقى. فالمهم خدتها رحت البيت وصل يا باشا، غير الفريم وير دي ني اتغير تمام زي الفل. كل حاجه مظبوطه. جرب بقى انسخ يا باشا الحاجه. طبعا النسخ بطريقه معينه ما اصل النسخ ما بنسخش كده خلاص. تمام. انت لما بتنزل السي دي روم الفيديوهايه الاول بتدخلها على موقع معين. خلاص بيعمل لك ايه، بيعمل لك كونفيرميشن للسكيورتي على الاسطوانه نفسها على الكونتنت نفسه. خلاص بتاع كده زي الدوس كده بيقعد يجري كده وبتاع، وبينزل لك زي باتش كده اللي هو ايه عشان ما يعملكش بان او ما يعملكش ما تبقى انديتكتد يعني. خلاص بيباتش لك الايزوهاي. ماشي. مش فاكر اسمه الموقع ده يعني، بس عاده هو كل شويه بيقع ويقوموا يغيروا له يدوا له ايه هوست تاني يعني. المهم يعني كان هو ده برنامج كان بتظبط الديسك الاول الايزوهايه نفسها بتظبطها تخليها ايه سكيور تمام جاهزه للنسخ. وبعد كده بتروح تنسخها بطريقه معينه برضو
على الديسك اللي معاك. طبعا الديسك اللي بيبقى اللي هو ال 8.5 خلاص، الدي في دي العادي يعني ماشي. دي الميزه طبعا عشان خاطر الايه الاكس بوكس البلاي ستيشن 3 ما كانش يعني، كان هو العابه كلها بلوراي خلاص، فكان لازم تعملوا الهاك بتاع الهارد بقى وبتاع والكلام ده ماشي. الاكس بوكس لا، كان الدي في دي عادي، فالدي في دي كان افيلبل يعني، اللي هو اللي بيبقى فاضي دون. فالمهم ايه، تمام، ده انسخ يا باشا، حط اشتغلت. ده كان فرحه بقى ايه، فرحه جهنميه بالنسبه لي يعني. تمام. ليه كمان ان انت بتقدر تلعب كمان اونلاين انديتكتد عادي ماشي، تلعب اونلاين عادي جدا كانها اسطوانه اصليه عادي، مفيش اي مشكله. ساعتها الاشتراك الاونلاين اصلا طبعا، انا ساعتها ما كانش معايا كريدت كارد، معايا حاجه من الحاجات دي، فكان ساعتها كان في خدمه اسمها بي، عامله زي فوري كده، معرفش اتلغت دلوقتي ولا ايه. فدي كنت بجيب منها اشتراك مثلا بتاع 3 شهور بتاع، واحط الكود وبتاع، فهي اشتراك 3 شهور اونلاين وما اعرفش ايه. بس نزلت بقى كول اوف ديوتي بقى، كنت بلعب بقى النوك تاون بقى والحاجات اللي هي الجامده دي وكده، والعاب بقى كتير بقى. انا كان عندي كميه كده ايه، ابراج كده، جيمز كده. انا بقى كنت الحاجات دي بقى مهووس بقى، فكنت بجيب اللي هي اللهم صل على النبي، اللي هي البتاع اللي هي الكفر بتاع الاسطوانه البلاستيك، طبعا بتاع الاكس بوكس لونه اخضر ماشي، بس انا اللي بجيبها دي طبعا ما ينفعش اجيبها خضراء يعني، مش موجوده يعني، فبجيبها سودا، اللي هي بس اللي هي الكبيره اللي بتحط فيها الورقه او الكفر من ورا البلاستيك ده خلاص. فكنت بجيب العلبه دي كلها الكبيره دي كميات، فاول ما اعمل الاسطوانه بحط الاسطوانه تمام جوه البتاع دي، وبقفل البتاع بطبع الكفر اللي هو بيبقى الكفر الرئيسي، والبتاع اللي هي اللي في النص دي، والكفر اللي ورا اللي هي بتبقى على بعضها كده، بجيبها على النت وبتاع كواليتي نضيف ومعرفش ايه، بطبعها الوان ماشي، وبحطها ايه في البتاع، فتبقى كانها كده اسطوانه ايه اصليه كده وبتاع يعني، ليه يعني مش المنظر يعني. طبعا ساعتها طبعا كان الايه الدنيا يعني مفيش يعني ماشي، فغصب عني يعني انا ما عنديش اوبشنز ان انا اقدر انزل اجيب العاب وبتاع خلاص. فبس فالمهم فضلت اعمل كده وبتاع، فده الاكس بوكس ده يعني بعته برضو مع جهاز الكمبيوتر، زائد الفلوس طبعا اللي خدناها من الحاج. بس ودفعنا للمدرسة الحمد لله. وبعديها معرفش، طبعا دفعة المدرسة طبعا ده كان حوار ماشي، علشان انت بتدفع لهم بالين خلاص. آه آه فانت عشان يعني هم عايزين الفلوس بالين خلاص، بس انت ممكن تدفع بالدولار ماشي. في الحالتين انت لازم يبقى عندك حساب بنك بعمله اجنبيه ماشي، سواء دولار بقى ين وات ايفر يعني. طبعا انا حساب البنك بتاعي كان هو حساب بالمصري عادي يعني، كان ساعتها بنك كريدي اجريكول. تمام. بس دي بقى يعني، ده بقى ايه برضو ايه، توفيق ربنا طبعا اول واخر يعني، ما فيهاش اي كلام يعني خلاص. كان ساعتها وعقبال بقى ما خلصنا بقى حوار البيع بقى والكلام ده، وعقبال ما الفلوس اتجمعت وبتاع، كان ساعتها هم كان الفلوس هم كان مدين لي زي كيجن يعني، او اللي بيسموها اكسباير يعني، لو ما فيهاش قبل يوم كذا خلاص انت كده ما الفيزا بتاعتك هنلغيها خلاص ومش هتيجي تاني وبتاع. كان اليوم ده فاضل له مثلا بتاع 3 4 ايام ماشي. بس فالمهم بعد ما خلصنا كل حاجه وبتاع، فكان ايه، رحنا عشان نحول الفلوس ين خلاص. في دماغنا بقى ان احنا لو رحنا للبنك ين فبعتها ين فتتبعت ين، ده في دماغنا احنا يعني خلاص، كان انا واخويا ساعتها يعني. فالمهم رحنا الصرافه. طبعا المبلغ كان مكتوب بتاع المدرسه، كان الفردين يعني، كان معرفش 800 وكام مش فاكر بالظبط يعني، ولكن المهم المبلغ ده ايه. المهم رحنا الصرافه، كان في وسط البلد، مش فاكر اسمها الصرافه المصريه بقى، مش فاكر اسمها ايه. فالمهم رحنا وبتاع، حتى ما اتصلناش قبليها يعني، لا الثانيه اتصلنا قبليها قلنا عندكم ين ولا لا، بس عشان ده كان برضو عمله نادره يعني في الصرافات ساعتها يعني، على قد ما انا فاكر يعني. فالمهم عندنا وبتاع، رحنا ضربنا المشوار هناك من وسط البلد يعني. غيروا كام وغير كذا. طب خلاص ماشي تمام، جالنا الين وبتاع، جي 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 جي, جي عد 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 تمام مظبوط، خدنا الينات.
رحنا على البنك، رحت هناك قلت له في الكاشير بقى، في اللي هم في الشباك عادي، ما اعرفش بقى. قلت لهم انا عايز معايا فلوس وبتاع، عايز ادفعها للحساب الفلاني وبتاع، حساب المدرسه يعني اللي في اليابان وبتاع، وايه تحويله للمدرسه بالين وما اعرفش ايه والفلوس اهي. قال لا انت حسابك ايه، حسابك بالمصري، لا ما ينفعش وبتاع، لازم تفتح حساب وده بيقعد ما اعرفش شهر ولا ايه. فانا ايه شهر ايه يا عم، ده هم 3 ايام وخلاص مش عارف اسافر. لا ماليش دعوه وبتاع. قلت له لا خلاص اديني المدير. تمام. فالمهم دخلني عند ايه المديره بقى ساعتها، خلاص كان فرع فرع تريومف اعتقد، والله ما فاكر يعني. ماشي. فالمهم دخلت على المديره وبتاع، يا مديره وبتاع انا المدرسه واتفقنا وال والورق خلاص قدمناه وتمام، كل حاجه تمام، والفلوس اهي معانا، والمفروض ندفع في حق الايه رسوم المدرسه عشان خاطر نعرف نسافر وما اعرفش ايه وبتاع وخلاص، ولازم ندفع عشان لو ما دفعناش مثلا خلال ال3 ايام اللي جايين دول خلاص هيروح علينا البتاع فلازم وما اعرفش ايه ومعلش وانت لازم تعمل كده بقى. تمام. فالمهم الست كتر خيرها يعني قالت لي خلاص بص انا هفتح لك حساب بالين دلوقتي حالا. فقلت لها ماشي كتر خيرك والله وبتاع. قالت لي بس على يعني هياخد حوالي مثلا ساعتين او حاجه لغايه لما يتفتح يعني. خلاص قلت لها خلاص ماشي ايه انا هطلع. كان ساعتها المفروض كنت اروح ساعتها اعتقد كنت المفروض احول الفلوس لين ساعتها يعني كان المفروض احول فلوس لين الاول، عشان اعتقد انا على حسب ما انا فاكر رحت لها الاول كان بالمصري ساعتها اعتقد وقالت لي لا لازم بالين الاول وبتاع، وبعد كده رحت انا ايه حولتها لين يعني. فانا افتكرت كده. قالت لي خلاص ماشي هفتح لك البتاع الحساب وابعت لك رساله على واتساب لما الحساب يتفتح يبقى جاهز يعني في نفس اليوم. تمام. فقلت له خلاص كلنا ايه حولت الفلوس لينات وبتاع. فرحت بقى ايه زي ما قلت لكم قبل كده ايه رحت الصرافه وبتاع، حولنا الفلوس وما اعرفش ايه. تمام. وساعتها كان الوقت خلاص كان ميعاد البنك هيقفل، فمن وسط بقى نرجع تاني لتريومف عشان اروح احط الفلوس على يكون البنك قفل. تمام. فبعتت لي هي ايه كان الواتساب ساعتها، قالت لي حساب تمام شغال وبتاع والرقم هو ما اعرفش ايه. قلت لها خلاص. قلت لها طب هو انا ممكن اروح اي فرع اعمل ايداع للفلوس واعمل تحويله، مش لازم اروح عندك يعني؟ قالت لي ماشي اي فرع عادي. فبحثنا على طول على فرع كان جنب جنب الصرافه وبتاع، فروحنا على طول عنده. كان على بالظبط كان ناقص ربع ساعه ويقفل. ماشي. فدخلنا وبتاع لو سمحت وبتاع نحول فلوس وما اعرفش ايه حساب كذا. انا عندي حساب بقى بالين الياباني، ما انا بقى خلاص ست كنت داخلها عملته لي يعني. ف خلاص ماشي وبتاع حسابك كذا كذا كذا. طب ماشي الفلوس فين اهي يا جدعان الفلوس اهي. طب عد طب عايز تبعت كمان تبعت كذا. والرسوم قلت له الرسوم من عندي خساره من عندي انا فحط شويه زياده. قالت لي قلت له خلاص ماشي وبتاع تمام خلاص ايه الفلوس هتحول وبتاع بالظبط ايه خلال يوم او يومين وبتاع تكون الفلوس عندهم ما اعرفش ايه. وده الريسيت اداني بقى ريسيت كده اللي هو ايه بالتحويل، هو خلاص ايه تم التحويل يعني. تمام. بس فقلت له بس ده حلو قوي شكرا يا باشا سلام سلام. قمت واخد بعضي وماشي. بعت الريسيت ده ان انا بعت الفلوس اللي ايه للمدرسه، بحيث برضو ايه يعني انا بعت فلوس بقى، الفلوس بقى خدت يومين اسبوع انا مش دعوه، انا بعت فلوس بقى وانت هي جايه لكم بالطريق بقى فانتوا استنوها بقى انا عملت اللي عليا. واخد بالك عشان خاطر ايه يعني غير ان هم يطمنوا يسيبوني في حالي يعني خلاص انا دفعت الفلوس بقى انجزوا بقى في ايه في الفيزا وابعتوا لي الورق. تمام. بس فالمهم بعديها بالظبط بيومين وبتاع قالوا لي خلاص تمام ابعت لنا العنوان بتاعك وما اعرفش ايه الفلوس جت خلاص ابعت لنا بقى العنوان بتاعك عشان خاطر ايه نبعت لك الورق. هو في ورق هم الورق اللي هم بحاجه اسمها ايه السيرتيفيكيت اوف اليجابيلتي، دي بيبقى ورقه كده مطلعوها الاميجريشن هنا في اليابان بحيث تقول ان الشخص ده بياناته كذا 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 ايه يجي اليابان مثلا لمده كذا، زي تاشيره كده بس تاشيره من هنا يعني. تمام. فالمهم ايه الورقتين بقى انا واخويا وبتاع فايه بعتوهم بقى ايه مصر وكده. رحنا خدناهم. تمام. رحنا السفاره اليابانيه في مصر قدمنا وساعتها كنا دافعين تمن طياره. تمام. كنا دافعين تمن الطياره قبل ما نقدم في السفاره. شوف
ما نعرفش بقى، احنا كنا فاكرين الحوار ياخد ايه، نروح نقدم هوب ناخد البتاع في نفس اليوم. طبعا ده ما فيش حاجه، ما فيش حاجه اسمها كده. ما كناش نعرف بقى اول مره نسافر يعني. تمام. فالمهم كنا شارين التذكره خلاص، وكنا شارينها يعني اسبوع، يعني مثلا شارينها النهارده مثلا، فهي ايه اسبوع وهنسافر يعني. فروحنا نقدم في البتاع، فقالوا لا هتاخد اسبوع. قلت لهم ايه اسبوع ايه وبتاع، ده انا شاري الطياره وهنسافر يوم كذا وبتاع، فيعني بليز يعني ما جاتش على دين، ده على الحوارات اللي كل حاجه صعبه قبل كده عدت يعني، ما جاتش على دي وبتاع، وبليز ومش بليز وبتاع. تمام. فقالوا لي طيب خلاص ماشي هنشوف وبتاع، وهنبقى ايه نكلمك وما اعرفش. قلت لهم خلاص ماشي. طبعا انا كنت مقدم ورق بقى، كانوا عايزين ورق كتير. الورق اللي انا كنت مقدمه في اليابان المدرسه كانوا عايزينه هو ويمكن اكتر كمان، انا مش فاكر يعني. المهم فضلنا يوم، التاني، التالت، الواحد خلاص بقى فكلمهم وبتاع يا جدعان مش عارف ايه، لا لسه شويه وبتاع. الرابع، تمام، لنا ايه تليفون، بس امتى؟ على اخر اليوم ومروحين. دي عاده اليابانيين يا شباب يعني، برضو ايه معلومه برضو ليكم يعني. اليابانيين بيحبوا ايه لو مثلا هيكلموا حد او بتاع، او في اتفاق هيحصل مثلا ايه كده، فيحبوا يعملوه في اخر دقيقه قبل ما يروحوا. تمام. بحيث ايه اي فولو اب بعد كده يبقى بكره تاني يوم. ماشي. فما اعرفش زي ما بتقول كده هم ايه يعني متعودين على كده باين، ولا اليابانيين قايل لهم ثلاثه كده ما تفهمش يعني. ولكن كان ساعتها مكلميننا على الساعه 5، اللي هو خلاص الدنيا كلها قفلت خلاص عادي واليوم خلص يعني. فايه الو، هنا السفاره اليابانيه وبتاع، الفيزا بتاعتكم جاهزه وبتاع، تعالوا استلموها ما اعرفش ايه. فانا ايه الحمد لله. طبعا انا اول مره بقى ايه نسافر، لا واليابان. تمام. طبعا احنا دفعنا كل حاجه دفعناها يعني مفيش يعني برضو حكايه ان انت تسافر كده فانت رايح مستقتل. ماشي. ليه؟ انت حرفيا بعت كل حاجه، فانت مفيش حاجه اسمها انت هتروح ولو الدنيا ما عجبتش او ما ظبطتش وبتاع ممكن ارجع تاني. لا مفيش حاجه اسمها كده. لا انت رايح وتفر اللي قدامك هتدوس فيه غصب عنك. ماشي. اي حاجه قدامك بص، اي حاجه، لغه بقى، شغل، اي خرا هيقابلك تاكله وتقعد ساكت وتكمل لغايه لما توصل. تمام. دي اسمها الريسك. لما انت تقول انا هاخد ريسك يبقى كده، يبقى ان انت رايح مكان انت بتكالكوليت. ما في يقول لك ايه كالكوليتد ريسك. يعني ايه كالكوليتد ريسك دي؟ مع كالكوليتد ريسك دي معناها مش ريسك. امال اسمه ريسك ليه ما دام هو كالكوليتد يعني؟ فاهم؟ لا، الريسك ده اللي هو انت في مثلا مكان عايز تروح بس انت اللي بعد كده مجهول بالنسبه لك، انت ما تعرفش، ولكن انت واثق في نفسك، واثق في قدراتك والسكيلات بتاعتك اللي انت خدتها على مدى حياتك دي كلها، بان انت لو قابلك اي حاجه باذن الله هتعرف تتصرف. ماشي. انت واثق في نفسك ثقه عمياء ان لا انا اي حاجه باذن الله هتيجي، ربنا معايا سبحانه وتعالى، وانا باذن الله في قدراتي هتصرف، ما فيش حاجه هتقف قدامي باذن الله. خلاص. فده لازم ايه دي تكون المينتاليتي بتاعتك وانت رايح مستقتل. انت مش رايح تحاول وترجع، لا انت رايح انت باذن الله هتعمل حاجه. خلاص. فدي كانت المينتاليتي بتاعتنا ايه انا واخويا واحنا رايحين يعني. ماشي. بس فالمهم رحنا السفاره وبتاع، خدنا الايه خدنا الباسبورات. كان ساعتها السفر بتاعنا امتى بقى؟ الطياره بقى كانت بعد بكره. يعني احنا خدنا الباسبورات النهارده، كان ميعاد الطياره المفروض مش بكره لا اللي بعده. تمام. فيا دوبك تاني يوم ده رحنا ايه زورنا بقى ايه قرايبنا وبتاع، احنا مسافرين يا شباب وبتاع ما اشوفكم بعدين وبتاع ده. امتى؟ مسافرين بكره بقى. طبعا كانت صدمه يعني. تمام. بس يعني هو ما كانش حد عارف اصلا خالص اي حاجه يعني. برضو عشان خاطر احنا ما كناش عاوزين نقاطع برضو يعني، انت فاهم اللي هو ايه. الحوار اصلا كان اللي هو يعني داخلين واصلا مقدمين ودافعين وكل الكلام ده اللي هو احتمال ما يجيش اصلا. تمام. يعني الاحتمال اللي هو ممكن ما يجيش ويكون كله اصلا ايه نصبايه كبيره كان في دماغنا ستيل عادي. ماشي. بس لغايه لما خدنا الفيزا في ايدينا في الباسبور وبتاع لا ده الموضوع بقى ريال بقى. خلاص تمام ماشي ايه نروح نسلم على الجامعه وهكذا يعني. بس
فكده فروحنا نسلم على الجماعه وبتاع، قرايبي يعني قرايبنا كده وبتاع. بس وبعد كده تاني يوم بقى رحنا على المطار وبتاع، سلام سلام وايه وكان مشوار طويل. رحنا استنينا الاول في كان ترانزيت نزلنا في ابو ظبي. كنا عن طريق الاتحاد، كان ارخص حاجه ساعتها يعني. عارفين التذكره كانت بكام ساعتها؟ التذكره للفرد الواحد بالجنيه المصري كانت ب 7000 جنيه. خلاص 7000 وشويه ساعتها الفرد الواحد. تمام. انا مش عايز اقول لكم دلوقتي التذكره بكام يعني، عشان انا بحاول ارجع مصر اصلا يعني. كل ما اقول عاوز ارجع مصر وبتاع فابص على التذكره اقول لا خلاص ايه خليها السنه اللي بعديها. فاهم؟ غاليه فشخ. خلاص. بس فالمهم يعني نزلنا ابو ظبي، قعدنا شويه وبعد كده ايه من ابو ظبي بقى ايه لغايه ناريتا طوكيو وبتاع. خلاص. بس نزلنا بقى اليابان. طبعا احنا اصلا ما كناش مذاكرين ياباني اصلا يعني. احنا المفروض جايين على مدرسه لغه ماشي، بس احنا رايحين اللي هو ايه يعني باذن الله هنتصرف. خلاص. فكنا ساعتها بنذاكر في الهيراجانا لسه والكاتاكانا والحاجات دي يعني الحروف يعني، ولسه ما حفظناهاش حتى كمان. تمام. وتاتش داون يا باشا ايه انت في اليابان. خلاص. طبعا انت في اليابان بقى انت في المطار، انا ما اعرفش هنقابل مين، هنروح فين، هنركب ايه، المدرسه هنروح لها ازاي، ما فيش الكلام ده، انت ما فيش اي معلومات. خلاص. ولكن ايه يعني الحمد لله كان إيه البنت اللي هي كانت شغاله في المدرسه دي كانت مستنيانا هناك في المطار. بس وخدتنا. طبعا ما اعرفش اي حاجه بقى، مفيش زيرو. ايه ده، ايه المكان ده، ايه ده، ايه الناس دي، ايه ده، مفيش. واحنا فلوسنا اللي كان معانا اصلا كانت قليله قوي. كنا رايحين بفلوس اللي هو احنا كنت 3/4 فلوس احنا دافعينها في المدرسه والتذاكر. تمام. ففلوس رايحين اللي معانا رايحين بيها يعني مفيش، يعتبر حاجه بسيطه قوي. خلاص. ف يعني في مره كنت ساعتها يعني بتشيك الحساب بتاع البنك بتاعي. كنا اشتغلنا ساعتها يعني بس قبل ما نقبض يعني. بتشيك الحساب كده البنك صفر، كحكه كده كده قد كده صفر. مفيش. والله يعني كانت ايام. هحكي لكم فيها برضو بعد بالتفصيل، ممكن الجزء التاني او حاجه، عشان خاطر احنا حاسس انا طولت قوي في الفيديو دون. ولكن هقول لكم بس حاجه اخيره. فكرتي بس في الايه في الدنيا دي يعني نظرتي ليها عامله ازاي. خلاص. بالنسبه لي يا شباب الدنيا دي كلها عامله كانها زي لعبه فيديو جيم كبيره قوي، MMORPG بس كبيره قوي. خلاص. واحنا الكوكب ده المابا ماشي، واحنا المفروض البلايرز يعني ماشي. فانت كبلاير في لعبه زي دي انت بترسبن مثلا في مكان انت مالكش ايد بيه يعني. انت بترسبن في مكان تطلع كده تبص كده ايه انا فين، تشوف كده انا فين في الخريطه، تلاقي نفسك مثلا في اي حته في العالم بقى ماشي. تبص على سكيلاتك هتلاقي على حسب برضه ماشي. دي برضه بتبقى راندومايز يعني اللي هي ايه السكيل تري او الاتريبيوتس بتاعتك ماشي. ايه الاتاك بوينتس، ايه السكيلز، ايه النولج، ايه مش عارف ايه، دي بتبقى راندومز في الاول. خلاص. ليه واحد مثلا ممكن يتولد مثلا في بلد نظيفه، واحد مثلا ممكن يتولد هنا في اليابان اصلا اوريدي. فاهم؟ فاللي هو ايه انت مرتاح اصلا من قبل اي حاجه ماشي. التشانلز اللي هتقابله مثلا قليله مش كتيره. واحد موجود في امريكا، واحد موجود في اوروبا، واحد موجود مثلا في مصر مثلا ماشي. فالتشالنج تصعب شويه ماشي. واحد موجود مثلا بقى في البلاد اللي فيها حروب بقى، لا انت كده بقى خربانه معاك. فاهم؟ ده بالنسبه للمكان. بالنسبه مثلا للستيتس مثلا بتاعتك، انت ممكن مثلا تتولد بين مثلا عائله غنيه. خلاص. فبالنسبه لك الفلوس دي ولا حاجه يعني، انت بس مجرد انت عايز ايه تعمل بقى ستارت اب بقى بالفلوس اللي بتوع اهلك بقى وبتاع، وتعمل حاجه لنفسك وبتاع كده إيه على طبعا على رايك انت من الصفر، بس هي مش من الصفر يعني. بالنسبه للناس العاديه انت مش من الصفر، انت مثلا من 100، فانت عاوز تطلع من فوق ال 100. فاهم؟ بس ما علينا يعني. طبعا انا لاقي كومنتات انا عارف، بس مفيش مشكله يعني. بس في مثلا ممكن تسود مثلا في مكان لا العيله عندك برضو ما معهاش فلوس قوي وحالتها على قدها برضو وكده. بس اتعامل.
خلاص ده انت راس بنت في المكان ده، ماشي، هتعمل ايه؟ خلاص. اللي هو ايه، لا انت هتراس بنت مثلا في مصر مثلا وليكن مثلا، طب خلاص ماشي، انت في مصر مثلا راس بنت مثلا في مصر او حاجه في عيله عاديه وما اعرفش ايه، خلاص. في واحد يقول لك ايه بعد طبعا ما توعى طبعا الحياه وبتاع وتعرف انت فين وتشوف انت فين، انا في مصر، الدنيا ماشيه ازاي الستيتس، لا انا مش، لا المفروض ايه، نحاول نغير السيرفر. تمام. طبعا السيرفر ده اللي هنا في الحاله دي انا بسميه البلد يعني، خلاص. فده سيرفر مصر مثلا، سيرفر امريكا، سيرفر مش عارف ايه الكلام ده، ماشي. فانت مثلا في سيرفر نزلت رسبنت في سيرفر مصر يعني، ماشي، وليكن يعني، خلاص. فانت تشوف لا سيرفر مصر يا شباب اقصى ليفل فيه مثلا ليفل 5 مثلا او ليفل 10، خلاص، ما فيهوش ليفلات اكتر من كده يعني. تمام. ليه؟ الليفلات اللي بعد كده دي كلها ما لوكد اصلا لاي حد عادي، مفتوح بس لناس معينه، ماشي. بس فانت اخرك مثلا ليفل 10، تمام. وليفل مثلا 10 ده اللي هو الماكس بالنسبه لك يعني. لو انت مثلا عملت زوم باك شويه كده وشفت السيرفرات اللي حواليك، فهتلاقي مثلا سيرفرات بلد تانية لا المينيمم مثلا 100، يعني اي حد مثلا عادي ممكن يلعب في ايه في ال 100 ليفل مثلا. فانت الليفل 10 بالنسبه لك انت لو ده الماكس بتاعك، لا هناك انت ولا حاجه يعني، ماشي، في سيرفر تاني يعني، انا قصدي فاهم، بلد تانية يعني، خلاص. فدي الفكره بتاعتي اللي هو ايه، انت لا انت بدل ما يعني انت مثلا انت دلوقتي انت خلاص انت عرفت انا مثلا مولود في سيرفر مثلا ايه ليفل وتعبان، مش هينفع اعلى بالليفل قوي بتاعي واتيفر بقى، انت هتقعد بقى تجرايند بقى يمين وشمال بقى وتتشقلب، اخرك هيبقى ليفل معين، خلاص. فانا نظريتي ايه، لا انت بدل ما تضيع عمرك، اصل عمرك ده برضو ما ايه، ده التايم بتاعك في السيرف في الكوكب ده كله، في الحياه يعني، ليك تايم معين ليميتد يعني، خلاص. انت مش عايش مدى الحياه تقعد تجرب هنا وتجرب هنا وتجرب هنا، لا. فانت ليك وقت معين وهيخلص، خلاص. فانت ليه تضيعه في ان انت تقعد تجرايند وانت عارف انت لو عملت الماكس اخرك ليفل معين، ماشي. فانا بالنسبه لي كمحمد، انا وجهه نظري انا يعني، خلاص، عشان بس محدش يقعد يقول لي ايه لا من الناس مش كده وممكن تبقى كده، ولا لما تتكلم كده ازاي وبتاع، دي انا خلاص، دي دماغي انا بتكلم وجهه نظري، خلاص. ف رايي انا لا، انت ما دام انت شايف الدنيا عندك السيرفر مثلا لا 10 مثلا او حاجه او كده، وانت لا انت عايز تعلى تاني دماغك عاليه، فلا طب انا ليه اجرايند واضيع وقت لغايه لما اوصل، ولو وصلت اوصل ل 10 بس، لا انا يا باشا ايه، وانا لسه في الاول لسه، انا اجرايند في ان انا اطلع بره السيرفر، ماشي. فانت بتجرايند عشان تاخد فيزا تسافر في حته سيرفر تاني، خلاص. انت عايز تلوج اوت من هنا وتلوجن في حته تانيه، تمام. طبعا انت لو عملت كده، انت لو بتلوج اوت من السيرفر اللي انت فيه انت السلسله كلها بتصفر صفر كله. لما بتعمل لوجن في سيرفر جديد انت بتبتدي لسه من الصفر، خلاص، لسه ايه بلبوس كده، لسه ايه بتجمع لسه الحاجه وتبني نفسك يعني، خلاص. فانت لازم تكون عندك استعداد لكده. فانت المفروض لو انت عارف الكلام ده، لا انت من بدري بدري بقى ايه تحاول تطلع بره، بحيث تبتدي مثلا في سيرفر جديد من الصفر، ولكن يكون عندك وقت عمرك يكون لسه قدامه شويه، خلاص. بحيث انت يوم ما تجرايند هنا، فانت لما يبقى عندك مثلا سن بقى معين بقى ايه كبير بقى يعتبر المفروض، لا تبقى انت مثلا في ليفل مثلا حاجه و60 او حاجه فوق شويه، غير اللي هنا مثلا يبقى في نفس سنك ولكن ليفله ايه اخره 10 او حاجه، تمام. دي وجهه نظري يعني. فالمهم ايه، الفكره ايه، ان انت ما تضيعش وقتك في سيرفر انت مش ناوي تكمل فيه، خلاص، مش ناوي، او شايف ان هو لا ده مش الليميت بتاعي، خلاص. في ناس تقول لك لا يا عم انا ليفل 7 8 ده انا حلو قوي، انا عايز اعيش وبتاع، وبين صحابي وبين قرايبي وبين ايه الناس اللي انا عارفهم، والسكيلز والاسيست اللي انا جمعتها دي على قد انا ايه، ما دام عايش بيها تمام خلاص الحمد لله وانا راضي وتمام. في ناس كده براحتك عادي مفيش مشكله، خلاص. في ناس تقول لك لا انا ما اقعدش اعمل كل الكلام ده وفي الاخر اوصل ليفل 10 اخري، لا انا في دماغي في حاجات كتير، عايزين نجري. فخلاص لا انت يا باشا ايه، اعمل لوج اوت من هنا، واعمل ايه لوجن في اي حته تانية في العالم، تمام. طبعا إيه لما اقول لك اي حته تانية في العالم انا عارف ان الحوار صعب، خلاص. ما عشان كده بقول لك تجرايند عشان تسافر، يبقى هدفك كله لا ان انا اطلع اسافر، خلاص. انا مثلا وانا في الجامعه مثلا ما تعرفش على بنات خالص، ليه؟ عشان انا في دماغي ان انا عاوز اسافر، مش عايز ارتبط بحاجه
ممكن تعطلني او تاخرني عن السفر. خلاص انا بالنسبه لي لا يا باشا، دي الجامعه خلاص. حقوق بقى، انا مش في دماغي الحقوق اصلا، انا واخدها عشان شهاده جامعيه بس. خلاص فانا رايح جامعه ماشي، عشان شهاده جامعيه، ليه؟ هتساعدني ان انا اعرف اسافر. خلاص ماشي، هات بوم 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 بوم، خلص. وطلعت فيها بجيد، كان تقدير جيد يعني بالصدفه، انا ما اعرفش يعني. طبعا الحمد لله طبعا كل حاجه يعني. ولكن بالنسبه لي كانت شهاده الحقوق دي كانت شهاده بس مؤهل جامعي، عشان يبقى اسمه مؤهل جامعي بس كده، عشان خاطر يساعدني في السفر اصلا. ده الهدف الرئيسي بتاعي. خلاص بس اعتقد كده يا شباب يعني كفايه قوي حلقه النهارده. بس لو عجبك الفيديو ما تنساش تديني لايك وتسبسكرايب على القناه. وباذن الله في الجزء الثاني هنكمل بقى بعد ما وصلت اليابان، الحاجات اللي قابلتني واتعاملت معاها ازاي، والشغل والفلوس والمانرز واليابان بقى اول دخله بقى كده، ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. تمام. وهحكي لكم برضو على الناس اللي بتيجي اليابان برضو مش زي ما في ناس بتيجي مثلا بمنح وما اعرفش والحاجات تبقى الحياه اسهل عندهم شويه وبتاع، ودي برضو هنتكلم فيها. ولكن في الجزء الثاني باذن الله، فخليكم معايا يا شباب. سبسكرايب على القناه ما تنساش، ده بيساعدني كتير قوي. وهتلاقي في لينكات عندي تحت في الديسكريبشن عندي. اديني برضو فولو ولايكات وما اعرفش الكلام ده، وشير مع اصحابك برضو. بس قول لي رايك وقول لي مثلا لو انت في حاجه معينه عايز مثلا تستفسر عليها، او عندك عايز تسالها او حاجه. قبل برضو نخش في الجزء الثاني، ممكن لو في اسئله جات لي مثلا ليها علاقه باللي انا هحكيه، ممكن اتطرق ليها برضو يعني. فقول لي. خلاص. وبالنسبه للقناه يا شباب، 2025 طبعا كل سنه وانتم طيبين. انا كنت عملت ريل او ستوري على انستجرام ويوتيوب شورتس اي ثينك بالسنه الجديده يعني وبتاع، وقلت ان انا باذن الله القناه مش هتبقى تك بس. خلاص هي طبعا تك فوكس يعني، ولكن ممكن زي ما انتم شايفين دلوقتي بودكاست مثلا نتكلم عن الاحداث الجاريه، ممكن نتكلم عن التكنولوجيا، عن الجديد في اي حاجه. تمام. حاجه كمان، شايف الميوزك يا شباب، ابتديت انزل اغاني عربي. خلاص حاليا الاغاني العربي ترانس. خلاص ترانس عربي يعني، ترانس نوع الميوزك يعني، خلاص عشان بس محدش يفهم بس حاجه شمال يعني. خلاص ودب ستيب والكلام ده، عشان انا بحب الاغاني اللي هي الالكترونكس يعني. خلاص فبرضه لو حد ليه عنده برضه سجستنس برضه يعني، او اقتراحات مثلا لاغاني معينه مثلا ممكن يحب مثلا نعملها او حاجه، يبعت لي برضه في الكومنتات. ممكن نعملها برضه. وطبعا ريسنتلي طبعا برضه عملت شويه ميوزك برضه، انسترومنتال بس يعني، ميوزك بس يعني ما فيهاش اي صوت، بالعربي برضه يعني، بالعربي التايتل يعني، ولكن هي اصلا انسترومنتال بس يعني، مفيش كلام بيتقال يعني. جامده برضه، في برضه دب ستيب برضه، ترانس وتراب وحاجه اسمها الكترو بوب باين او هوب، حاجه كده مش فاكر يعني، ولكن اغاني جامده يعني تعجبكم يعني. فتشيكوا الاغاني دي وبتاع، هتلاقوها عندي على ابل ميوزك، سبوتيفاي، امازون ميوزك، كل حاجه يعني، حتى اليوتيوب ميوزك برضه هتلاقيها برضه موجوده. بس يا شباب، فعشان برضه ما نطولش عليكم، باذن الله نتقابل في الحلقه الجزء الثاني من البودكاست دي، وهنكمل مع بعض قصه اليابان وقصتي. ولو عندكم اي اسئله من الكلام اللي انا قلته ده دلوقتي، يمكن حاجه انا اسكبت، حاجه انا نسيت اتكلم عنها وبتاع، فاكتبوا لي في الكومنتات، وهرد عليها باذن الله في الحلقه الجايه من البودكاست دي.